صحيت الصبح مفيش في التلاجة الا الجبنه، والراجل اجازه النهارده، فقلت يلا بينا ندلعه ونعمل له فطار جميل وسريع وهو يبقى تغيير عن الاكل المعتاد. جبت عندي 4 بيضات او 3 على حسب الافراد الموجودين، وقلت هعمل بيض مسلوق بالطريقه التركي. حطيت البيض يتسلق بالطريقه العاديه جدا بميه وملح، واثناء ما هو بيتسلق جبت طاسه وحطيت حته سمنه وشويه زيت او زيت بس لوحده عادي، وقطعت بصله كده ناعم وشوحتها في الزيت تدبل بس، وجبت طماطمتين وبشرتهم او قطعتهم قطع صغيره وضفتهم على البصله، وجبت حبه ميه صغيرين عشان طبعا الطماطم مفيش فيها ميه خالص وهتنشف بسرعه قوي، وضفت شويه فلفل وكمون وبهارات مشكله او 7 بهارات وبابريكا بس كده، ولو عندك مرقه ممكن تحطي او اي بهارات بتحبيها. وعلى ما عملت الحاجات دي كان البيض اتسلق طبعا، جبته وقشرته تحت حنفيه الميه عشان كان سخن جدا، وقسمت البيض بالطول كده او ممكن تقطعيه حلقات عادي برده بيكون حلو وبياخد من طعم الصلصه اكتر. هو البيض غالي بس مش خساره بالطريقه دي وفي الطعم ده. عندي هنا الصلصه كانت اتسبكت ونشفت فضفت لها شويه ميه صغيرين كمان، ورصيت البيض المسلوق فوقها بالشكل ده. عندك بقى شويه جبنه رومي مبشورين رشيها على الوش كده، ويا سلام بقى لو في موتزاريلا او شيدر او اي نوع جبنه بتحبيه، بس الرومي اساسي فيها، لو هتحطي فيها جبنه رومي بس هتبقى برده جميله. وغطيتها باي غطا عندي وهديت عليها النار خالص عشان طبعا الجبنه تسيح، واول ما الجبنه ساحت ما اخدتش طبعا دقيقه معايا وكانت بالشكل الجميل ده، وبتتقدم طبعا بالطاسه كده زي ما هي. ودوقي بقى احلى بيض تركي مسلوق بالصلصه والجبنه، ولكن بقى انت تخيلي الطعم بجد هياخدك لحته تانية خالص. تحفه تحفه تحفه.